أصدقائي المشاهدين، الفيلم ده ليه 3 أجزاء نزلوا قبله، ومهم إنك تتفرج على الجزء الثالث تحديدا قبل الفيديو ده، لأن الجزء الرابع مرتبط بالجزء الثالث، وهسيب لك الرابط في وصف الفيديو. وفي عالم الجحيم وتحت ضوء القمر وعند مكان القمامة بتظهر ساحرة اسمها ماجوت، بتدور في القمامة على أي حاجة سعرها غالي أو تساعدها في شغلها، وفجأة لقت جزء من وجه المهرج السفاح كلوي، وده طبعا بعد ما فرقع في الجزء الثالث. وفرحت جدا لأن كلوي مطلوب في عالم الجحيم، وبدأت تعمل طقوس الاستدعاء المعروفة اللي فيها دم وكمان روح لكائن حي، وهي حبسة أحد الأرواح واستخدمتها في الطقوس. ونجحت انها تستدعي كلوي اللي حاسس بالضعف ومستغرب ان الساحرة ماجوت هي اللي حررته في عالم الجحيم، وقالت له انه مطلوب للمحاكمة، وكمان معاها حارس من حراس العالم السفلي اللي هياخده لمكان المحاكمة، وكلوي الشيطان هيروح للجحيم السفلي وحاسس بالضعف، والحارس قوي وكلوي مش هيقدر عليه. واول حاجة بدأوا يكهربوا فيه لانه مش حاسس بالكوارث اللي عملها، وكمان مش حاسس بالعار اللي جابه مهرجين وشياطين وسفاحين الجحيم، والأول مرة كلوي بيحس بالألم الشديد. وفي عالم الأرض وفي أحد مستشفيات علاج الأمراض النفسية موجود المحقق بيرسون مع ساندي اللي نجت من كلوي في الجزء الثالث، وبيسألها عن السفاح اللي قتل أصدقائها، وبيسألها عن مكان جثثهم، وبسبب دم أصدقائها اللي كان عليها لما قبضوا عليها فهم معتبرينها إنها السفاح. والحادثة دي حصلت من 3 سنين، وساندي طول ال3 سنين دول كل اللي بتعمله هي انها بتضحك. والمحقق جريني بيسألها عشان يطمن عائلات اصدقائها القلقانين، وبقالهم 3 سنين ومش لاقيين حتى جثث ابنائهم. والدكتور المعالج لساندي اسمه سايمون، وقال للمحققين ان ساندي عقلها مصاب بمرض مخليها دايما بتضحك، ولكن عقلها نشط وعايزة تتكلم ولكن الضحك بيمنعها، وهي بتاكل وهي بتنام وهي بتمشي دايما بتضحك، وحالتها صعبة وبقالهم سنين بيحاولوا يعالجوها وبيفشلوا. وكل اللي بتقوله هو ان السفاح المهرج الشيطان كلوي هو اللي قتل اصدقائها. وراح المحقق بيرسون يكلم ساندي من تاني بهدوء، وهو سمع عن اسطورة كلوي زمان لما كان صغير، ولما فحص اوراق البروفيسور من الجزء الثالث عرف قصة مايكل اللي روح كلوي سكنت جواه، وعرف برضو من ورق البروفيسور ان كلوي ليه اسماء كتيرة وهو مهرج شيطان بيستمتع بالألم. وحاولت ساندي تتكلم وقالت ان كلوي هو اللي قتل اصدقائها برضو، وبسببه هي اصبحت لا تستطيع التوقف عن الضحك. وسألها اشمعنى هي اللي نجت بس من السفاح على عكس اصدقائها، وردت عليه وهي بتضحك وقالت له لانها ضحكت قدام كلوي، لان نقطة ضعف كلوي هو انك تضحك على الحاجات المرعبة اللي بيعملها. وفي عالم الجحيم وبعد ما تم تعذيب كلوي شوية، الحارس هياخده لمصعد الجحيم اللي بيربط عالم الجحيم بكل العوالم، وقاضي عالم الجحيم هيحاكم كلوي في عالم الجحيم السفلي. وكلوي بيحاول يعمل صفقة مع الحارس عشان يخليه يهرب، ولكن فشل لان كلوي بدون قوته، وبالتالي مش هيقدر يدي الحارس اي حاجة. ومتضايق كلوي انه تم احيائه بدون شعره، ولكن محدش مهتم، ووصل لعالم الجحيم السفلي، والعالم ده الشياطين نفسهم بيموتوا فيه عن طريق انه باقي الشياطين بياكلوا في الشياطين المذنبين، وده طبعا بعد ما يتحكم عليهم بالموت عن طريق القاضي. والقاضي بيرحب بكلوي وجرايمه هي الضعف وتسويق سمعة عالم الجحيم، لانه خلى المهرجين والشياطين والسفاحين يظهروا انهم كائنات اضعف من البشر، لان البشر على مدار ال3 اجزاء السابقين قدروا انهم يهزموا كلوي. وعقاب كلوي المستمر هو انهم هيمسحوا من اسمائه الشيطانية لحد ما ينسى كلوي هو كان مين. فحاول كلوي باخر قوته انه يجيب مطرقته العملاقة لانه فاكر انه هيقدر يقتلهم، ولكن طبعا فشل. والمطرقة بسبب ضعف قوته هي صغيرة جدا، والشيطانة بازوما هي اللي هتقول كل الجرايم اللي كلوي عملها، وهي كانت حبيبته قبل ما كلوي يعرف باتي بو. والقاضي حاول يضايق كلوي اكتر وخد منه المطرقة، وده بالنسبة لكلوي اهانة كبيرة جدا لان المطرقة دي هي اللي قتل بيها ناس كتيرة على مدار حياته كشيطان. ووصفوا كلوي بالمهرج الضعيف
الضعيف العاجز، وعمالين بيمسحوا في اسمائه عقابا ليه بسبب كل الجرائم اللي عملها في حقهم. واكتفوا تعذيب في كلوي وحطوه في السجن، وكلوي مش مصدق ايه اللي حصل له لانه تحول من سفاح مهرج شيطان مرعب الى مجرد مسجون. ومش بس كده، ده كمان بدون قوة، والشياطين كلهم بيكرهوه لانه سوء سمعتهم. وكلوي مستسلم وبيستعد انه يتاكل عن طريق باقي الشياطين. والدكتور سايمون بيكلم في ساندي وبيحاول يسألها عن كلوي، وهو مصدقها بس لازم تقول هو فين عشان على الاقل يقبضوا عليه. وساندي بتضحك وقالت له انه اختفى بعد ما هي هربت من المراية في الجزء الثالث. وكلوي بقاله 3 سنين مختفي ومحدش قادر يساعد ساندي خالص، وهي برضه تعبت من كتر تكرارها في موضوع المهرج كلوي. وكلم الدكتور المحقق بيرسون عشان هما الاتنين مع بعض يبحثوا عن كلوي، وكمان يدوروا على طريقة يوصلوا من خلالها ليه. وكل اللي وصلوا ليه هو مجرد اساطير ودلائل واوراق البروفيسور من الجزء الثالث. وللاسف الأوراق دي مش كافية للوصول لكلوي، وبيرسون وسايمون خلاص تعبوا من كتر البحث. وكلوي محبوس بيشم ريحة وحشة جدا أكن فيه شيطان مبتدئ في المكان، ولما بص وراه لقى فعلا شيطان مبتدئ واسمه سكيد، وهو معجب جدا بكلوي وبالنسبة له هو مثله الأعلى، وجاي عشان يساعد كلوي في القضية وهيكون المحامي بتاعه عشان يحاول يبرئه من الجرائم اللي عملها في حق الباقيين. وأكتر حاجة مضايقاهم هي هروب ساندي منه في الجزء الثالث. وسكيد قال لكلوي انه لازم يكون فيه شهود يشهدوا معاه في المحكمة، ومفيش احسن من المهرجين اتباع كلوي، وسكيد بقوته هيساعد كلوي لتحريرهم. وبما ان سكيد لسه بشري فهيدي لكلوي دم منه لتحريرهم. وكمان سكيد ادى لكلوي باروكة عشان يداري بيها قرونه المكسورة اللي مسببة ازعاج لكلوي. واستخدم كلوي دم سكيد وحرر اول مهرج وهو بانشي اللي كلوي قتله في الجزء الثالث، ولكن بانشي سامح كلوي لانه حرره دلوقتي. وتاني مهرج اتحرر هو فريك شو اللي زعلان لان دميته اختفت في الجزء الثالث بسبب الملح، واضطر كلوي انه يحرر حبيبته باتي بو برضه رغم انه خايف منها لانها مش مسامحاه لانه هو اللي خفاها في الجزء الثالث. وده طبعا بعد ما عرفت انه هيخونها مع ساندي، وحاول يطلب مساعدتها ولكنها رفضت ومش هتعمل له اي حاجة الا لو اعتذر لها، ولكن بسبب كبرياء وكشيطان فرفض. وهو محتاج باتي بوه لانها احسن واحدة بتتكلم فيهم، وهي الوحيدة اللي هتعرف تشهد معاه في المحكمة، ولكنها سابته ومشيت. فراح سكيد وراها عشان يقنعها. وسكيد لو كلوي اتحكم عليه بالموت فسكيد هيورث قوة كلوي، وكمان المهرجين اتباع كلوي هيصبحوا اتباعه هو. فحست باتي بو بالغضب لانها لسه بتحبه وهتحاول تشهد معاه ومع باقي المهرجين. وجلسة محاكمة كلوي التانية بدأت، وسكيد محامي كلوي مش عارف يعمل اي حاجة لانه لسه مبتدئ، وبازوما بكل سهولة قدرت تكسبه. وذكرت كل حالات الفشل الخاصة بكلوي على مدار ال3 اجزاء السابقين. والقاضي بسبب كلام سكيد عمال بيزود في عقاب كلوي وبيمسح منه اسماء كتيرة، وسكيد هيزود عقاب كلوي بسبب كلامه اللي مش مفهوم. وبازوما بتطلب من القاضي انه يحكم فورا بالموت على حبيبها السابق كلوي. وكلوي امله الوحيد هو شهادة المهرجين اتباعه اللي لازم يشهدوا انه كان شرير سفاح وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقتل البشر. والاسماء عمالة بتتمسح وكلوي بيحس بالألم، ولو الحالة دي استمرت فكلوي هينسى هو كان مين. وسكيد بيتكلم وكلوي محبط، وبازوما مستمتعة بألم كلوي. وفي المستشفى وصل المحقق بيرسون لساندي عشان يوريها اسماء كلوي واوراق البروفيسور، يمكن تقدر تقول له على طريقة للوصول لكلوي. وقالت له على المراية السحرية ولكنها اتدمرت لما سابت عالم كلوي. والامر بقى صعب جدا عليه هو والمحقق جريني، وبدأوا كمان هما الاتنين يتضايقوا جدا من ابتسامتها. والمهرج فريك شو ما بيتكلمش بسبب ضعف قوته، وبيحاول يشهد وبيتكلم بلغة الاشارات، ولكن محدش فاهم حاجة خالص من الشياطين. والمحقق بيرسون وجريني بيفكروا هيعملوا ايه، فبيلاقوا فجأة ان اسماء كلوي الشيطانية اللي بحثوا عنها بدأت تختفي، وهم كمان بينسوها اكنها بتتمسح من عقول
عقولهم، وحسوا ان كلام ساندي خطير بخصوص كلوي، والاسماء بتتمسح طبعا بسبب عقاب القاضي لكلوي على جرايمه. واخر حد هيشهد هو بانشي، وبيتكلم بلغة غريبة ومحدش بيفهمها غير المهرجين، وفريك شو اللي ما بيتكلمش اصلا مش عارف يفسر بلغة الاشارات كلام بانشي، وسكيد مش عارف يترجم كمان، وبازوما محدش فيهم كلهم قادر يعمل لها حاجة، ومصممة ان كلوي لازم يموت وهي كمان اللي لازم تاكله. ولكن ظهرت باتي بوه اللي شهدت في المحكمة ان كلوي دايما كان سفاح مرعب ما بيرحمش، ولكن حظه كان سيء جدا على مدار السنين اللي فاتت، ولازم يدوله فرصة تانية. وفرح كلوي جدا بكلام باتي بوه وحمسته، وكمان كافئها واعتذر لها قدام الكل، ودي كارثة لان الاعتذار هو اكبر جريمة ممكن الشيطان يعملها. ومش بس كده، ده كمان اعتذر لها قدام الكل، وشهادة باتي بوه في حقه ما بقاش ليها اي لازمة خالص. والقاضي اجل الحكم النهائي للجلسة الثالثة، ولكنه عمال بيؤمر بمسح المزيد من اسماء كلوي عشان يعذبه شوية قبل انتهاء الجلسة. وفريك شو عند مكان القمامة بيحاول يدور على اي اجزاء يعرف يعمل بيها دمية جديدة، وجات له الساحرة ماجوت وهي معاها اللي هو عايزه، وهي حبته لانه بيهتم بالقمامة زيها، وهما الاتنين مع بعض بيجمعوا اجزاء الدمية الجديدة. ولكن فجأة بيلاقي فريك شو مراية الجزء الثالث عند الساحرة اللي هي قدرت تصلحها زي الدمية بتاعته، والمراية دي هي بوابة الوصول لعالم الارض. والساحرة كمان قالت له انها ما عندهاش اي مشكلة لو فريك شو عايز يستخدم المراية دي، وقدروا انهم يجمعوا الدمية اخيرا وخلوها سفاح متحمس للمهمات الجديدة. وفي احد الاماكن في عالم الجحيم السفاحين المهرجين سمعوا اللي حصل مع كلوي، وبيفكروا يهجموا عليه وياكلوه هو الاول وياخدوا هم قوته، لان قوة كلوي الحقيقية محدش هيقدر عليها، ومش هيسمحوا لبازوما انها تاخدها منهم. ولكن فجأة ظهر لهم المهرج العملاق بانشي، وكلهم خافوا منهم، وقال لهم انه مفيش اي حاجة هتحصل لكلوي، وانه اكيد هيخرج من السجن. وهم طبعا فهموا لغة كلامه لانهم مهرجين زي بعض، والمهرجين سمعوا الكلام، بس امنيتهم هي القضاء على القاضي لانهم ما بيحبوش انهم يتحاكموا ويتاكلوا. وكلوي في السجن بيفكر يعمل ايه، ظهرت له باتي بوه المعجبة جدا باعتذاره ليها قدام الكل، وعندها كمان حل لتحرير كلوي، وهو انهم يرجعوا لعالم الارض ويجيبوا ساندي، وتشهد قدام المحكمة ان كلوي قتل كل اصدقائها، وبالتالي القاضي هيعرف ان كلوي ما زال سفاح والشر جواه، وبالتالي هيحرره. وعلى حظهم ظهر لهم فريك شو، وبلغة الاشارة قال لهم انه لقى المراية، وعن طريقها طبعا هيقدروا انهم يرجعوا لعالم الارض. وهتروح باتي بوه وفريك شو لمكان الساحرة ماجوت، ووافق بانشي على كلام باقي المهرجين اللي عايزين يقضوا على القاضي، بس لازم يجمعوا كل قوتهم معاه لمساعدة كلوي، وهم ما عندهمش مشكلة وكمان وافقوا. ورغم ان المراية ما بتشتغلش كويس بسبب انها اتكسرت في الجزء الثالث، ولكنهم بمساعدة الساحرة ماجوت قدروا انهم يشغلوها، وكمان حددوا وجهتهم وهي كوكب الارض، والمكان بالتفصيل اللي هينزلوا فيه هو المستشفى اللي فيها ساندي. وفي المستشفى بالليل حارس المكان بيطمن على المرضى، ولكنه سامع صوت غريب حواليه، وحاول يعمل نفسه مش مهتم وكمل طريقه ومشي. والمراية وهو مش واخد باله من وراه ظهرت، ووصل المحقق بيرسون وجريني لمكتب الدكتور سايمون في المستشفى، وقالوا له على قصة اسماء كلوي اللي بتختفي، وهم فورا لازم يروحوا لساندي لانها ممكن تكون في خطر. والحارس خبط على غرفتها عشان يوديها للدكتور سايمون اللي امره، ولكنها حست بالمهرجين، والحارس حس بحد موجود في المستشفى وبينادي عليه، وراح الحارس يتتبع مصدر الصوت. وفريك شو ظهر وقتله، والدكتور سايمون بيكلم الحارس ولكن مفيش رد. وراح المحقق جريني يدور على ساندي، ولكنه ما لقاهاش، ولقى المراية، وكمان لقى باتي بوه اللي هجمت عليه وضربته، وحاول يتصدى ليها ولكنها بعدت عنه سلاحه لانها مستعجلة عشان كلوي وقتلته. وساندي هتحاول تهرب لانها خايفة من المهرجين، وحواليها الحاجات عمالة بتتحرك ومش حاسة بالامان، وضحكات ساندي ما زالت مستمرة. ولقت المراية
المراية وكمان شافت باتي بو، وساندي ضحكت في وشها عشان تحمي نفسها منها زي ما حمت نفسها من كلوي. ولكن ضحكات ساندي لن تؤثر على باتي بو لان باتي بو اصلا بتحب الضحك. ودلوقتي هتاخد ساندي معاها لعالم الجحيم عشان تشهد باللي كلوي عمله مع اصدقائها. والدكتور سايمون فقد اشارة الحارس وجريني، فهيسيب المحقق بيرسون في المكتب وهيدور على ساندي. وملفات واسماء كلوي عمالة بتتمسح وملقاش الدكتور ساندي، ولقى جثة الحارس وجريني، وكلم المحقق بيرسون اللي هيخرج هو كمان بنفسه عشان يدور على ساندي، وملقاش قدامه غير فريك شو، وبالدمية هجم عليه وبيشفط في دمه عشان يستعيد فريك شو قوته، ولكن حصل على الدم الكافي من الحارس اللي قتله. ودلوقتي جه الوقت انه يرجع لعالم الجحيم. وذكر فريك شو للمحقق اسم كلوي، والمحقق نجا من الموت بمعجزة. وكلوي في سجنه لقى القاضي جاله عشان يوريه شوية حاجات، ووراه صندوق وطلب منه ما يفتحوش ابدا، ولكن كلوي الفضول كالعادة مسيطر عليه وعايز يفتحه. والقاضي معاه مفتاح قوي بيقدر من خلاله انه يوصل لاي عالم من العوالم، ومنهم طبعا عالم الارض. وكلوي مركز على المفتاح لان دي هي وسيلة الهروب من هنا. والقاضي ورى لكلوي شمس عالم الجحيم اللي الشياطين لما بتموت وبتتاكل اخر ما تبقى منهم بيروح لهناك. وطلب من كلوي يحضر نفسه لانه هيحكم عليه بالموت. وكلوي حضر الجلسة الاخيرة ومستني الحكم او مستني المهرجين اتباعه يظهروا. وزهق كلوي من سكيد وطرده، وهو مش عايز يشوفه ولا عايزه يكون المحامي بتاعه. ولما سكيد مشي باتي بوه وفريك شو وساندي رجعوا لعالم الجحيم عن طريق المراية. ودلوقتي ساندي اصبحت مهرجة، والضحك توقف خلاص ورجعت طبيعية عشان تعرف تشهد في المحكمة وتتكلم. وفرح كلوي لان شهادتها هتغير الحكم عليه، وحكت ساندي كل اللي عمله كلوي في اصدقائها في الجزء الثالث. والقاضي عرف ان كلوي ما زال سفاح شيطان مهرج ولكنه لسه ضعيف، ولكن براءة كلوي مش هتكون سهلة. وبازومة مصدومة لانها كانت عايزة تاكل كلوي، وحلمها كان هيتحقق لولا باتي بوه وشهادة ساندي. وعشان يحصل كلوي على براءته لازم يهزم الخصم القوي بتاعه، والخصم ده هو سكيد المهرج الشيطاني المبتدئ. ومتضايق لان كلوي طرده، وفرح كلوي لان سكيد كده كده ضعيف جدا، ولكن سكيد هيوريهم قوته الحقيقية وتحول لوحش مهرج وعايز يهزم كلوي وياكله لانه عايز ياخد قوته، وكمان هياخد حبيبته باتي بو. والمهرجين ظهروا مع بانشي ويدوا لكلوي سلاح يحارب بيه سكيد، وهو ايس كريم مسلح. ومعرفش كلوي يعمل اي حاجة خالص لان سكيد وحش قوي جدا وصغير في السن كمان. وسكيد خلاص كان هيقتل كلوي، ولكن تدخلت ساندي وسرقت مطرقة كلوي من القاضي، وادت المطرقة لكلوي عشان يحاول يهزم سكيد. وهي ساعدت كلوي املا انه ما يقتلهاش، لان لو كلوي مات الشياطين هنا هيقتلوها طبعا. وكلوي بسبب قوة باقي المهرجين كبر مطرقته، ولكن سكيد خدها منه وفرح لانه خلاص هيفوز وهيقتل كلوي. ولكن كلوي اصلا وقع سكيد في الفخ، والمطرقة امتصت قوة سكيد وخد كلوي المطرقة، وبقوة سكيد قدر انه يقتله ويكسب المعركة. وكلوي قوته رجعت وهو وباقي المهرجين اتباعه. والمهرجين زي ما اتفقوا مع بانشي هجموا على حراس القاضي عشان يقتلوه، وحصلت معركة بين الشياطين والسفاحين المهرجين. وكلوي هجم على القاضي عشان يسرق منه المفتاح للهروب من هنا، وساعدته ساندي للمرة التانية ولمست القاضي اللي ما بيحبش حد من البشر انه يلمسه. والقاضي اختفى وكلوي خد المفتاح. وقبل ما يمشوا من عالم الجحيم كلوي عايز يفتح الصندوق اللي القاضي وراه ليه رغم تحذير الكل ان ده فخ، ولكن كلوي ما قدرش يوقف فضوله. والصندوق جواه زر احمر لتدمير العالم ده. وكلوي تسرع وضغط عليه وقدامهم دقيقة للهروب، وجريوا بسرعة للمصعد وبالمفتاح لحقوا انهم يخرجوا من عالم الجحيم ورجعوا كلهم لعالم الارض. وكلوي مش هيقدر يقتل ساندي خلاص بعد ما ساعدته مرتين، وساعدته رغم قتله لكل اصدقائها وتدميره لحياتها، وامرها انها تجري وما تكلمش حد خالص بخصوص كلوي. وسمعت الكلام وجريت، واهم حاجة انها تفضل حية، وكمان خلاص الضحكات المستمرة هي تخلصت منها. ودلوقتي كلوي وجماعة المهرجين هيعيشوا في الارض بعد اللي عملوه في عالم الجحيم، وهنعرف يا صديقي هيعملوا ايه في الجزء الخامس. ودي كده نهاية الملخص، وهسيب لك في الوصف روابط لمزيد من الافلام، وكمان روابط لباقي اجزاء السفاح المهرج الشيطان كلوي.